بأصحابي اللي في مرحلة أولى وتانية ابتدائي مع منهج الدراسية المهرجان الكرازة 2019 مع الدرس الرابع نقوم لفرحنا. يلا بينا نبدأ الدرس. وفضلوا ماشيين وقت طويل يطلعوا فوق جبال الكراكيب ويعدوا من وسط المية اللي في الأرض. الرحلة كانت طويلة وصعبة جدا، وأثناء الطريق أنا تعبت. وانا كمان خلاص مش قادر. هي فين كيليو؟ يا كيليو يا كيليو. أنا سامع صوتها بتعيط. إيه اللي حصلك؟ ليه هدومك متوسخة؟ وإيدك إيه اللي حصل لها؟ وإحنا ماشيين لقيت شوية لعب كتير شبهي بايظة مرمية في كومة الكراكيب اللي هناك، وقعدت ألعب معاهم وقعت في الطين وهدومي كلها اتوسخت وإيديا اتخلعت من مكانها زي ما انتم شايفين كده. خلاص مش هينفع اتصلح، امشوا انتم وسيبوني خلاص. لأ، مين قال كده؟ مهما كان فيكي حاجات مش نظيفة او بايظة لكن ممكن تتصلح طبعا. المهم انك تكوني عاوزة تصلحيها وتبعدي عن المكان اللي ممكن يخلي اي حاجة فيكي تتغير وتبوظ. علشان كده لازم تيجي معانا. بص يا كيليو، هحكيلك قصة كنت سمعتها من عم سعيد، حكيها الحفيد الصغير لما هدومه اتوسخت ورفض ينضفها. زمان في محافظة المنوفية في قرية اسمها البتاتون اتولد القديس أبا كراجون من أب وأم كانوا بيعبدوا الأوثان اللي هي الأصنام، وكان بيحمل حاجات كتير غلط، وكمان أصحابه كانوا أشرار. وفي مرة اتفق مع 2 من أصحابه إنهم يروحوا يسرقوا قلاية راهب عجوز. القلاية دي اللي هي المكان اللي بيعيش فيه الرهبان. ولما وصلوا هناك لقيوا الراهب العجوز بيصلي، وانتظروا انه يخلص صلاة وينام علشان يدخلوا يسرقوه، لكن كعادته استمر يصلي طول الليل. فطلب اصحابه منه انهم يهجموا عليه او يمشوا لانهم تعبوا من الانتظار، لكن أبا كراجون رفض انهم يعملوا اي حاجة وحشة في الراهب، لان صلاة الراهب اثرت فيه جدا، وفعلا فضلوا منتظرين انه يخلص صلواته. ولما طلع الصبح خرج الراهب العجوز وشافهم، وقتها طلب أبا كراجون منه انه يسامحهم، وفعلا سامحهم ودخلهم قلايته وقدم ليهم اكل وشرب، وبدأ يفهمهم ان الطريق اللي ماشيين فيه غلط، وكلمهم عن ربنا وقال لهم انه دايما بيكون منتظر ان اي حد خاطي يتوب عن الغلط اللي بيعمله، والسماء كلها بتكون فرحانة زي الآية اللي بتقول يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب. ودي هنلاقيها في لوقا 15 آية 7. وإن المهم إننا لما نقع أو نعمل حاجة مش صح مهما كانت كبيرة على طول نرجع نتأسف لربنا ونصلي ونقوله ساعدنا يا رب ما نعملش كده تاني ونتوب. وأبا كراجون واللي معاه فكروا في كل اللي سمعوه كويس، وعرفوا قد ايه كانوا ماشيين في طريق غلط، وقرروا يتوبوا ويبعدوا عن كل حاجة غلط كانوا بيعملوها. وبعد كده اعترفوا بكل خطاياهم من غير ما يتكسفوا، وتعمدوا كمان، ولأنهم كانوا عاوزين يعيشوا مع ربنا أكتر اترهبنوا وفضلوا يصلوا ويصوموا ويسهروا بكل نشاط ويقروا في الكتاب المقدس
علشان يعرفوا ربنا أكتر وأكتر وينفذوا كل وصاياه. وفي يوم جه الراهب العجوز للقديس أبا كراجون يزوره وقال له إنه هيستشهد، وفعلا حصل اضطهاد شديد على الكنيسة، واحتمل القديس عذابات كتيرة في أماكن كتير، وفي كل مكان كان بيروحه كان بيشهد بقوة بإيمانه بربنا يسوع، وكان ربنا بيعمل على إيده معجزات كتيرة. ومن ضمن معجزاته إنه لما وصل سمنود قبض عليه جنود الوزير، وبصلوات القديس حصلت معجزة كبيرة إنه قوم بنت الوزير من الموت، وبسبب المعجزة دي آمن الوزير ومراته وكل جنوده. وبعدها أخدوا القديس لإسكندرية وعذبوه، وربنا عرفه بميعاد استشهاده ووعده إنه هيرجع جسده لبلده البتاتون بسلام زي ما طلب قدسنا، وتحقق الوعد وبنوا له كنيسة على اسمه في البتاتون موجود فيها جسده، وكنيستنا بتعيد بتذكار استشهاده يوم 25 أبيب. القصة دي علمتني إن مهما كان فيا حاجات كتيرة مش حلوة أو غلط أو مش نظيفة ممكن تتصلح مهما كانت كبيرة، المهم أكون عارفاها وعاوزة أصلحها، وكمان أبعد عن المكان اللي كان سبب في الحاجة الغلط اللي فيا. يلا بينا. وتحركوا كلهم ورا سمته ناحية البوابة. وبكده تكون خلصت حكايتنا. أشوفكم مع حكاية جديدة الحلقة الجاية. باي باي.